سامعين بابن أبي عمير يوم سامعين؟ من أهم أصحاب الأئمة، من أهم أصحاب الأئمة. ابن أبي عمير كان فقيه وكان تاجر. دز عليه هارون السفيه الملقب بالرشيد، قال له تعال. قال له ابن أبي عمير وجودك ببغداد مخوفني، فقيه وتاجر وعندك فلوس والحقوق الشرعية يوزعها على الشيعة، يعني خذ واحد مرتب. قال له وجودك ببغداد ما مريحني ابن أبي عمير، ما أدري أنا ما مرتاح لك أبد، ما مرتاح لك. قال له المطلوب هارون، قال له المطلوب يو أدزك قاضي باعتبارك فقيه في قرية من القرى اللي أنا أحكمها، أذبك في مكان بعيد عني تشتغل قاضي، يو سجن حتى أرتاح أقدر أنام بالليل مرتاح. قال له الأمر الأول ما أقدر أشتغل وياك قاضي. قال له ليش؟ قال له أئمتنا منعوا من العمل مع الظالمين، أنا بدولة الظلم ما أشتغل، ما ألوث نفسي. قال له يعني السجن؟ قال له سجن. الثاني على المنبر سبع وأحكي، بس مني خيروني سجن هارون يو أصير مسؤول وأستلم راتب، شنو أختار ذاك الوقت؟ بس الله يفهم، حتى ما أبيع بطولات عليه. مولانا بن أبي عمير دخل السجن، هارون قال لهم عذبوه، تعرض إلى تعذيب ما يحتمله إنسان، كتب التاريخ يقول تعذيب ما يحتمله بشر. رادوا من خلال التعذيب يطلعون منه اسم شيعي واحد ما طلع. أنا المتكلم على المنبر لعله أول راشدي أقول الأول والتالي، ما أدري، أنا ما قاعد أبيع بطولات، ما أدري وقت الامتحان يكرم المرء أو يهان، ما أدري، حتى نكون صادقين أمام الله وأمام أنفسنا وأمام ما أدري. المهم ابن أبي عمير كان عنده كتب، قال الباقر قال ماخذها من أفواههم، من أفواه الأئمة عليهم السلام، مثلا الإمام الكاظم وكذا. المشكلة أخته من انسجن خافت، فسوت جيب الكتب مال ابن أبي عمير تمثل حصيلة حياته العلمية، دفنتها بالمزرعة عند حديقة بيته، دفنت الكتب بالحديقة. بعد فترة طويلة من الزمن ابن أبي عمير طلعوه من السجن، اجى البيت قال للأخت كتبي، قالت له مزروعة بالحديقة. اجى حفر لقى الكتب كلها تالفة، وهي حصيلة عمره ما سمعه من الأئمة كاتب. أنا تدرون على شنو جبت هاي الحكاية؟ اسمعوا التكملة شباب، أريدكم تبنون حياتكم على الصح من البداية. أنتوا أخوتي، أحب لكم ما أحبه لنفسي، وأنا هم أحاول إن شاء الله هم أصير، يعني أنا ما أقول صاير، لا أحاول هم أصير إن شاء الله. ابن أبي عمير من طلع من السجن، هذا التاجر العظيم اللي كان في بغداد درهم واحد ما كان عنده، أمواله انتهت، لأن هو فترة طويلة انسجن، انتهى كل شيء، كل شيء انتهى. فكان يريد دراهم يشتري بيها ملابس غير ملابس السجن ما عنده. انتوا يمي لو مو يمي؟ كان طالب واحد ببغداد من الشيعة طالبه فلوس 12,000 درهم، أكثر أقل الحدود 12,000 درهم مبلغ. ذاك من سمع حال ابن أبي عمير أكل ما عنده، ملابس ما عنده، وطالع من السجن، سوى ما عنده المبلغ يرجع له إياه، راح باع بيته وجاب المبلغ لابن أبي عمير، قال له هاي فلوسك أنت طالبني، هاي فلوسك تفضل. ابن أبي عمير قال له أنت أعرف وضعك، يعني مو مال واحد عنده هالشكل مبلغ، منين لك هذا المبلغ؟ قال له بعت داري، طالبني أنت، هاي فلوسك حقك. قال له ما أخذ من هاي الدراهم ولا درهم واحد. قال له ليش؟ قال له لأن أنا راوي عن الأئمة أن الدين ما يسد ببيع الدار، الأئمة يقولون، وأنا ملتزم بآداب الأئمة الطاهرين، رجع دارك وما آخذ منك درهم واحد لسديني، وأنا بحاجة الدرهم الواحد، وما أخذ منه درهما واحدا.
قال له الأئمة يقولون الدار ما تباع لأجل كذا، وأنا ملتزم بآداب الأئمة ما أخالف. هذا شيعي لو مو شيعي؟ ها شيعي مو هذا؟ هذا شيعي، هذا شيعي، هذا شيعي. هاي تربية أهل البيت. هذه فد أرقام نخليها أمامي وأمامكم حتى الإنسان يرتب نفسه قدر الإمكان، يرتب نفسه. أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. الله يجزيكم ألف خير، الله يعزكم، الله يحفظكم، الله يديمكم، الله يوفقكم حياتكم بجاه محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله دائما أراكم بصحة وعافية وسعادة وخير، يفتح كل أبواب الخير بوجوهكم أنتم شيعة أهل البيت الكرام. هاي الوجوه الكريمة الطيبة اللي واحد مني يشوفها يرى أعز ما في هذه الدنيا.